تشرفك كده على سفرتك دي. سهلة وبسيطة وتفرق. صينية البطاطس بتركات جميلة هتفرق في اللون والطعم وكمان الريحة. بس اول مرة بتشوفيني، انا اسمي ريم ودي قناتي. ما تنسيش تعملي لايك حلوة للفيديو واعملي لي متابعة. عندي 3 حبات من البطاطس قشرتهم وقطعتهم دواير. كميات البطاطس براحتك، نص كيلو المتوفر اشتغلي بيه. هتقطعي البطاطس دواير بالشكل ده، ولو الدايره كبيره هتقسميها على نصين. بصلتين حجمهم متوسط او حجمهم كبار براحتك، قطعتهم جوليان او جوانح بالشكل ده. ونفس الكلام الكميات براحتك. عليهم ب3 فصوص من الثوم وكمان قرنين من الفلفل الاخضر السبايس، والكميات برضو نفس الكلام. احسن حاجه في الصينيه ديت تزودي وتقللي براحتك جدا، مفيش معيار او مقدار معين للحاجه. هبهرهم بنص معلقه من الملح، ربع معلقه من الفلفل الاسمر، نص معلقه من الكزبره على الكمون. قلبهم وادعكهم كده كويس قوي. احس ان البصل كده بدأ ينزل الميه بتاعته، ودي نقطه مهمه جدا. دقيقتين بس كده وياخدوا من ريحه بعض. روايح هنا حلوه قوي، الثوم مع الفلفل مع البصل وشويه البهارات، بالذات لما نعمل الحركه دي بتفرق قوي في الطعم. هنزل بيهم على البطاطس، اوزع كويس قوي. ويا سلام لو عندك معلقه سمنه بلدي بتفرق قوي قوي في طعم البطاطس. وممكن تستخدمي السمنه العاديه، فيها غنى قوي للطعم. انزل عليهم بنص لتر من عصير الطماطم، ضرباه كده في الخلاط بكوبايه ميه، واوزع. هوزع الطماطم كده على كل جنب عشان تبقى مغموره كلها. هنزل بربع كوبايه من الزيت، 4 معالق زيت، معلقه سمنه حلوه كده بتدي غنى قوي قوي للطعم. ويا سلام لو سمنه فلاحه. عليهم بنص لتر من الميه، حوالي كوبايتين او 3 كوبايات ميه من الكوبايات بتاعه العصير. بعد ما بنحط الميه لازم نبهر كويس بالملح والفلفل. كوبايتين كده او 3 لازم نحط نص معلقه ملح، نظبط لها كده التمليحه بتاعتها، بتبقى فارقه واحنا بندعك البصل وبعد ما بنحط الميه. نقلبها كويس قوي ونرفعها على النار. بتاخد حوالي نص ساعه والنار تكون متوسطه. وده شكل البطاطس في نص التسويه. بعد 10 دقايق كده ببص عليها بلاقيها برضو بتغلي ومستمره في التسويه. بتاخد نص ساعه كده على نار متوسطه، مش بزودها مقدار ميه تاني، احنا حاطين لها الميه والمقدار المظبوط. الروايح هنا جميله. ابسط صينيه بطاطس هتعمليها بكل التركات اللي تخلي طعمها ولونها وريحتها حلوه قوي. سهله وبسيطه وسريعه جدا، بتركات بسيطه كده هتخلي ريحتها وطعمها تجيب اخر الشارع، ومش بتاخد 3 دقايق في تحضيرها. في كيلو بطاطس هنعمل وجبه صيامي تنفع لاخر الشهر بمكونات كلها بسيطه.